انا كان وحشني قطعه البرجر المقلبظه اللي واخده لسعه على الفحم، واللي اول ما تدوس عليها تبص جبنه في وشك. يا ريتها ما كانت وحشتني. تخيل كده معايا سندوتش فيه قطعه البرجر دي معاها خس، خيار مخلل، واضافات زي ما انت عايز، سلك مدخن، بيف بيكون، موتزاريلا ستيكس، مشروم، كول سلو. انت محتاج ايه تاني؟ وبينزل لك بقى مع السندوتش ده كميه بطاطس تشبعك لتاني يوم. وخليني بقى اصدمك واقول لك ان ده ارخص برجر في مصر. سندوتش تقيل قوي. والبراند المصري اللي قدر فعلا يقدم قيمه مقابل سعر، برجر ريبابليك. هنبدا بالسندوتش اللي دخلنا هنا، ليزي ديزي. اول حاجه هتقابلها هي كول سلو. هتلاقي بقى تحت الكول سلو بيف مدخن وصوص اسمه كوكتيل هريسه، وقطعه البرجر يا باشا اللي محشيه الجبنه، وتحت فيه خس وخيار مخلل. فنقفل ونقول بسم الله. اطعم كتير كده في بقي. انا علشان واحد بحب الكول سلو، فانا بالنسبه لي الكول سلو في قلب البرجر مع الفراخ مع الصوصات مش مضايقاني، بالعكس هي عجباني قوي. واكتر حاجه عجبتني في الساندوتش ده هي الجبنه اللي جوه البرجر. نضيفه قوي. برجر الفراخ يا جماعه اللحمه اللي فيه قطع كبيره مش مفرومه، فبرجر فراخ يحببك في الفراخ المفرومه مش العجينه اللي احنا بنقابله. شويه بطاطس قبل ما تبرد، بهاراتها حلوه قوي مش مزيته سخنه. ده بقى سندوتش المفضل، وورلد وور. هم عندهم واحد بيف وواحد تشيكن، قطعه بيكون، 2 موتزاريلا ستيكس، صوص شيدر، صوص بيك تيستي، صوص باربيكيو، قطعه اللحمه اللي محشيه جبنه، قطعه بصل، خس، خيار مخلل. انت محتاج ايه تاني؟ انا بعشقه. صوص الباربيكيو انا حاسس بيه وطعمه حلو قوي. واحلى قطعه لحمه على الفحم انا بحب اكلها هنا، قطعه برجر مشويه غرقانه في قلب صوصات وواخده تتبيله حلوه قوي. ومن كتر حلاوه اللحمه انا حاسس ان انا باكل كفته مشويه. العيش بتاعهم حلو، اعتقد هو اتغير عن زمان، وعلى سعره انا ممكن اكله كل يوم. نخش على اخوه، سلك مدخن، 2 برضه موتزاريلا ستيكس، صوص شيدر، صوص تيستي، وكاتشب. انا عايز اتكلم بجد على قطعه البرجر بتاعتهم، لان انا واحد اصلا ما بحبش برجر الفراخ، بحسه عجينه. بصوا كده قطعه البرجر بتبظ الشيدر، بعد ما تبظ الشيدر بتاعتها تفتح كده تلاقي حتت صدور فراخ، فانت بتحس بعضة الفراخ. احنا بوظنا الساندوتش، بس معلش يا جماعه كان لازم اقول لكم الفراخ هنا عامله ازاي. احنا ممكن ناكله كده. طب وعهد الله الفراخ هنا عالميه. تعال نرجع الساندوتش تاني. لا جامد، الفراخ هنا جامده قوي. تعال نشوف عندهم الفرايز اللي بالجبنه قبل ما تبرد. صوص الجبنه عندهم حلو قوي، تقيل مش خفيف. بطاطس عليها ستريبس، عليها صوص الديناميت، عليها صوص شيدر. نضرب يا باشا ونقول بسم الله. يا نهار ابيض، لا جامد. صوص الديناميت هو سبايسي شويه بس حلو حلو عشان يفتح نفسنا على الباقي. ده بقى انا متحمس له قوي، مشروم رانش. وده يا باشا انا طلبت دبل عشان اتمتع. وتحت يا باشا في برضه رانش تاني وخس، وليلتنا كبيره. سندوتش تقيل قوي. الله، لغوصه للصبح يا باشا. صوص الرانش حلو قوي ولايق مع المشروم مع حته اللحمه المدخنه اللي محشيه جبنه. الناس دي بتعمل حاجه جامده قوي. سموك هاوس، قطعه تركي مدخن عليه كاتشب وبيك تيستي وصوص جبنه، وقطعتين البرجر بتاعتهم. شايفين يا جماعه لون الفراخ عامل ازاي؟ طبقه الكريسبي اللي عليها دي رهيبه يا جماعه. الفراخ حلوه ونضيفه ومستخدمين اعلى كواليتي في الصوصات، فما فيش كلام بعد الكلام. نخش بقى في اخر حاجه معانا وانا سايبه للاخر عشان هو غريب شويه، سويت ديناميت. هتلاقي قطع هوت دوج في الاول، وبعد كده هتلاقي سويت كورن مع صوص الشيدر وصوص الديناميت. بسم الله. يا نهار ابيض، لا جامد. براند مصري 100%، وكل خامه سندوتشاته هو اللي بيصنعها، ولا بيجيب ولا بيودي. وانا الصراحه مبسوط ان هم شغالين بالكواليتي دي وبالاسعار دي. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.